غادي نقول لك علاش حنا النشيد ديالنا كندوزو فيه دقيقه و40 ثانيه في الكلمات وكنكونوا دايرين هكا وكنقولوه كامل. نشيد الوطني المغربي. هاد الفكره ديال النشيد الوطني هي كانت لصاحبها جنرال ليوطي المقيم العام لفرنسا في المملكه المغربيه والحاكم الفعلي للمغرب. النشيد الوطني في البدايه ديالو كان عباره عن موسيقى فقط بدون كلمات من طرف هذا اللحن الموضوع من طرف الكابيتان الفرنسي ويدعى ليون مورغان. بالضبط في الخمسينات جا واحد الضابط فرنسي اللي سميتو ليو مورغان غادي يلحن نشيد جديد اللي غادي يولي هو التحية الجديدة للملك، وغادي تكون هذه هي الصيغة الأولى ديال النشيد الوطني الحالي، وغادي نخليكم تسمعوا شوية منه. هي مقولة الله الوطن الملك، الله الوطن الرئيس، الله الوطن الأمير، بغض النظر. اخواني الأفاضل، هذه المقولة شركية من الشرك الأصغر، وأحيانا قد تدخلك بالكفر إذا أنت آمنت فيها بصورة مطلقة. الله الوطن الملك كلمة شركية، نفس النصارى شو يقولون؟ الله الابن روح القدس. سيم لا يا حبيبي، مش سيم، لا. الله سبحانه وتعالى هو الله فوق كل شيء، فوق كل شيء. ما نقارن الله ونحطه في نفس المرتبة مع الوطن ونحطه في نفس المرتبة مع الحاكم، هذا غلط، هذا شرك، كفر أحيانا والعياذ بالله. وشوفوا احنا في هذا الزمن يسب الله ما حد يتكلم، يسب الرسول ما حد يتكلم، يسب الدين، يستهزأ بالدين بأحكام الدين ما حد يتكلم، لكن اطلع في التعليقات سب السعودية، سب مصر، سب كذلك الله الوطن الملك. زرعوا عندنا ان الملك ليش حطوه في نفس المقام الله الوطن. طبعا انا قاعد اشرح لكم الان ليش حطوا الوطن، لاجل انك انت تفقد انتمائك للاسلام، تفقد انتمائك للمسلمين. انا بروحي وبس والباقي خس. والوطنية والتحية ضد استقلالي، والتحية الجزائر مثل الهلال وأحيا فيها الوطنية. أرض الجدود سلاما مهد معالينا، سنرعى الخلود سلامك سار لنا دينا، سمعنا لك مثل إنسان واكل بالدينا. فإن حولك مثل الجنود لسان واكل دينا، سنرعى حقك مثل الأسود ولو نظروا بدراعينا. ولسنا نرضى التجنيس، ولسنا نرضى الامتزاج، ولا نرتد فرنسيسا. رضينا بالإسلام تاجك فالجهال تدنيسا، فكل بالإسلام كفى الجهال تدنيسا.
فكل من يبغي فيه رجمناه كإبليس بحكم الهوى إخوة، فتبت يدا كل من فرق. نريد حياة لنا حرة، كفانا كفى من حياة الشقاء. خلقنا من هذا الورى سادة، ونجم العود عندنا أشرق. بلادنا لهذا ونجم العود. الله يعلم أني بكيت في الجزائر 3 مرات، وقد ذكرت ذلك. مرة استلام النشيد الوطني الجزائري يرفع، يقوم شعار الراس، يرفع الراس الذي ذكره. تتذكر النشيد الوطني الجزائري؟ ايوه، يقول قسما بالنازلات. ايوه، هذا بالنازلات الماحقات. هذا مفدى زكريا ترقوه قتلوا الفرنسيين في الزنزانة، وقال جزيرون كتب هذا النشيد بدمه من الزنزانة. اعطنا اياها بصوتك. يقول قسما بالنازلات الماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات. أنا بكيت لما سمعتها في العزف. والبنود اللامعات الخافقات في الجبال الشاهقات الشامخات الشاهقات. نحن ثرنا في حياة أو ممات، وعقد العزم أن تحيا الجزائر. فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا. إلى يقول يا فرنسا قد مر الشاهد، قد مر وقت العتاب وطويناه كما يطوى الكتاب. فيا فرنسا قد دنا وقت الحساب، فاستعدي وخذي منا الجواب. إن في ثورتنا فصل الخطاب، وعقد العزم أن تحيا الجزائر. فاشهدوا فاشهدوا. طويلة هي. الله. من أروع نشيد في العالم. اسمه مفدى زكريا، شاعر جزائري قد شعر شهيدا. كتب هذه بدمه، وقتلوه الفرنسيون في الزنزانة. تحيا الجزائر ويحيا الشعب الجزائري. وأنا بكل فخر بقول أنا اليوم وبكرة ومبارح وكل يوم جزائري. النشيد الجزائري بس بصوتي. قسما بالنازلات الماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات والبنود اللامعات الخافقات في الجبال الشامخات الشاهقات. نحن ثرنا فحياة أو ممات، وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر. فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا.